بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده بعلن نهاية البث التجريبي للقناة بتاعتي على اليوتيوب. القناة دي ساعة ما فكرت ان انا انشئها على اليوتيوب، طبعا معروف ان ما اسهل انشاء قنوات على اليوتيوب بكبسة زر زي ما بقول، لا محتاج استوديو ولا محتاج حاجة. كل ما في الموضوع الجهاز اللي انا بصور منه دلوقتي، الكاميرا بتاعته هي اللي بتصورني، والاستوديو بتاعي هو الأوضة بتاعتي، أوضتي هي اللي أنا بسجل منها. ملتزم بما يسمى بالرسالة الإعلامية. عندي إعلاميين هم عارفينها طبعا. الرسالة الإعلامية ملخصها ومحتواها هتقول إيه وهتقوله لمين وبهدف إيه. هتقول إيه اللي أنت هتقوله بالظبط من خلال الوسيلة الإعلامية اللي أنت بتستعملها، وهتوجه الكلام ده لمين بالظبط وبهدف إيه. يعني إيه الرسالة اللي أنت عاوز توصلها. القناة دي اللي هيشوف التعليق بتاعها او الوصف بتاعها هيلاقي مكتوب عليها الحديث النبوي. بسم الله. عفوا. الحديث النبوي روى ابو داود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. الحديث اسناده صحيح. اذا في كل 100 سنه واحد مجدد يجي. مش هنخش في تفاصيل المجدد دلوقتي، بعدين بقى الكلام ده هسجله فيديوهات واشرح القصه بتاعت المجدد دي وازاي واحد بيكون مجدد. ومعروف ان جهود التجديد مش حاجه سهله، ده جهد وتعب سنين، بالاضافه الى استعدادات خاصه ومهارات خاصه وامكانيات خاصه، مش اي حد يعني. وده فضل من ربنا، لا انسب لنفسي فيه شيء ولا ادعي ان انا مجدد برضه. كل ما في موضوع ان ده ما اتمناه على الله، ممكن ده يتحقق وممكن لا. ما أطمح إليه إن شاء الله بإذن الله أكون أنا مجدد هذه المئة، والقناة دي من ضمن الوسائل بتاعتي في عملية التجديد. إنشاء القناة دي بيعود الفضل فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى لبي بي سي. بي بي سي اللي كنا نعرفها قبل كده بإذاعة لندن، للناس اللي يعرفوها قبل كده، واللي كانوا قريبين من الإمام الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه. كان معروف ان هو بيحب البي بي سي جدا نظرا لمصداقيتها، تمام، ما بياخدش اخبار الا من البي بي سي، الشيخ محمد الغزالي بالذات، وكان اثنى عليها كتير. وفعلا لما جربناها يعني في فترات التسعينيات وما بعدها، لقينا فعلا البي بي سي تستاهل كل الكلام اللي اتقال عليها. فالبي بي سي ليها الفضل الثاني بعد ربنا سبحانه وتعالى في تفكيري في عمل القناه دي. في خلال 2011 طبعا حاولت ان انا اقدم نفسي كتير للاعلام. معروف طبعا الاعلام هو السلطه الرابعه، دي ما فيهاش كلام، الاعلام هو السلطه الرابعه. ويا ريت فعلا الاعلاميين هنا في مصر يعني يدركوا كده ويكونوا على قدر المسؤوليه في حاجه زي كده، ان هم سلطه، فيتحلوا بالامانه الكافيه لممارسه السلطه دي. فحاولت ان انا اقدم نفسي كتير للاعلام ولغير الاعلام. طبعا انا اخواني الهوى والهويه. ف في الاول خالص طبعا من جهود التجديد، طبعا انا مهندس زراعي عامل مشروع لتحقيق فائض من القمح يكفي ان مصر تكون من الدول المصدره للقمح، يعني يقلب الوضع 180 درجه بالظبط. حاولت ان انا اقدم المشروع ده لاكثر من واحد من افراد الاخوان ومن قياداتهم، منهم اللي اخذهم ومنهم اللي طنش. بعد كده كنت بكتب في سلسله كتابات ما بعد الثوره ومنزلها على المدونة بتاعتي. فالكتب الأربعة الأولانية رحت اديت منها نسخ هدية. اديت 3 كتب، يعني 3 أجزاء للدكتور محمد بديع شخصيا، واديت 3 أجزاء للدكتور محمود عزت، ومعروف مين هو الدكتور محمود عزت، واديت 3 برضه للأستاذ مهدي عاكف، واديت 3 للدكتور عصام العريان، وسبت مع الدكتور عصام العريان 3 نسخ تانيين، يعني 2، يعني 3 و3 عشان يديهم لأي حد هو عاوزه. ومحدش رد عليا طبعا. حاولت ان انا اروح للدكتور ضياء رشوان والدكتور وحيد عبد المجيد في الاهرام هناك، معروف ان هم طبعا مكانهم وتمركزهم وعملهم
في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. رحت هناك في الأهرام، بصراحة سخروا مني يعني وقابلوني مقابلة ظريفة، برغم إن أنا رايح أدي هدايا مش رايح لحاجة، ومع ذلك قالوا لي كلام مش ظريف ومش هخش في تفاصيل. رحت قناة الناس، رحت لباشمهندس خالد عبد الله وأصريت إن أنا أقابل باشمهندس خالد عبد الله شخصيا. استقبالهم كان كويس. اديت مشروع تذكير القمح ده نسخة منه، نسخة مطبوعة لباشمهندس خالد عبد الله، بس برضه محدش رد عليا ومحدش اتصل عليا. رحت للدكتور علي عبد العزيز اللي هو رئيس حكومة ظل الثورة، وهو مدرس مساعد في كلية تجارة الأزهر فرع القاهرة. اديته مشاريع كتيرة بقى، مش المشروع ده لا، مشاريع كتير، حاجات كتير وأفكار كتير، وبرضه محدش رد عليا. رحت لقناة الجزيرة، ومعروف الجزيرة بالذات يعني بتمثل في وجدان الشعب المصري مش المصداقية بس، يعني الناس تقول الجزيرة مصداقية، لا مش مصداقية بس، الجزيرة واخدة وضعها في قلوب الناس على أساس إن هي بتمثل ملاذ المظلومين. يعني أي حد معروف كده، أي حد كان حاسس إن كل السكك مقفولة في وشه بيروح الجزيرة، حاسس إن بتوع الجزيرة هيسمعوه وممكن يساعدوه في حل مشكلته. وعشان كده الجزيرة بتمثل في وجدان الناس إن هي ملاذ المظلومين، بيلجأوا للجزيرة على طول. فروحت الجزيرة أديهم المشروع، واديتهم فعلا نسخة من المشروع وما حدش رد عليا. رحت الجزيرة مباشرة مصر، كذا مرة أحاول إن أنا أقابل مذيعين زي ما عملت في قناة الناس، لما هم سمحوا لي يعني في قناة الناس إن أنا أقابل باشمهندس خالد عبد الله. قعدت كذا مرة، كل مرة أروح ما بيرضوش. آخر مرة سمحوا على مرض يعني، كان الأستاذ أحمد طه هو الموجود في اليوم ده، وبرضه قال لي ادي الحاجة بتاعتك للمؤدين. سلمت كام مشروع برضه، منهم مشروع تصدير قمح. مشروع تصدير قمح نموذج لإدارة، نموذج تاني لإدارة اقتصاد الدولة، على أساس إن مصر تكون واحدة من أقوى 4 اقتصادات في العالم خلال كام سنة جايين. كلام واقعي جدا وكلام محدد جدا. نموذج تاني لكيفية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وذاكر من ده بنك الطعام المصري. إزاي بنك الطعام المصري فعلا يكون أكثر نشاطا وأكثر تطورا مما هو عليه الآن. مشروع ثالث مش فاكر باقي المشاريع، بس المشاريع كتير وانا قدمت لهم بعض النماذج منها وكلها مطبوعه، وبرضه ما حدش رد عليا. القصد ايه؟ يعني انا كنت واخد فكره ان الكلام ده يا اما ممنهج يا اما الله اعلم ايه السبب يعني، بس اكيد ده مش طبيعي. ف خلاص سلمت امر لله. لكن نرجع تاني للبي بي سي اللي ليها الفضل الاول او الثاني بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني في انشاء القناه دي، ان البي بي سي كانوا غير كده خالص. وده اللي خلاني استغرب، وده اللي خلاني يمكن نفسيتي تتعب شويه. لان البي بي سي زيها زي كل وسائل الاعلام الثانيه يعني، ما تفرقش عنهم في حاجه، ليها فرع هنا وليها مكتب هنا. من حوالي سنه كانوا بيناقشوا موضوع مش فاكر ايه هو بالظبط، كتبت مشاركه على في صفحه شارك برايك، لقيت واحد بيتصل بيا من لندن وبيقول لي ممكن تسجل مشاركه ليك عن طريق الويب كام. ساعتها ما كنتش اعرف الكلام ده بيتم ازاي، ما بستخدمش التقنيه دي خالص، بس فهمت يعني في حاجه اسمها ويب كام وممكن ان انا اشارك عن طريقها. فاعتذرت ساعتها وقلت له لا ما عنديش ويب كام. فهو اعتذر برضه وخلاص، او هي موظفه يا رب مش فاكر بالظبط، الكلام ده كان من سنه. بعد كده لما عملت صفحه على الفيسبوك في شهر يناير اللي فات، دخلت على الصفحه بتاعت الاستاذ نور الدين زوجي وبعت له رساله وبس يعني، لقيته بيرد عليا وبيحييني. بعدها بشويه كانوا في برنامج نقطه حوار بيناقشوا او موضوع شارك برايك قبل ما يكون في برنامج يعني. في صفحه شارك برايك كان فيه او كان موضوعها ان مجلس الشعب هو اللي هيعد الدستور، ورايك ايه في كده؟ انت كمشاهد اي حد يعني. فانا كتبت رايي برضه، كتبت رايي في حاجه زي كده. فوجئت اثناء الحلقه ان الاستاذ محمود القصاص، طبعا هو من اسره البرنامج، الاستاذ محمود القصاص بيقول اسمي وبيقول انا قلت ايه. فبرضه استغربت تاني. تمام، يعني البي بي سي نقيض اللي حصل معايا خالص غير الناس التانية. في اخر حاجه حصلت كنت شاركت عن طريق الويب كام لما جبت الجهاز ده اللي انا بسجل منه، وسجلت فيديو وبعته ليهم في الحلقه اللي هي بتاعت المعاقين، الرياضيين المعاقين والانجازات اللي حققوها. سجلت فيديو وبعته، لقيت الناس بتتصل عليا من انجلترا
بيقولوا آراء كويسة، بس يا ريت تسجل فيديو لمدة دقيقة توجه فيه رسالة ليهم. كنت ساعتها راكب القطر، نزلت من القطر ورجعت فاقوس تاني علشان أسجل فيديو، سجلت فيديو بعده. لقيت الناس بتتصل عليا تاني من انجلترا وبتقول ان الفيديو فيه بعض المشاكل التقنيه، يعني مش هنقدر نعرضه، بس ممكن تشارك معانا عن طريق التليفون. قلت ماشي، بس هل انتوا اللي هتتصلوا عليا ولا انا اللي هتصل دولي؟ فقال لا، احنا اللي هنتصل عليك. وعشان تشوفوا الفرق يعني بين البي بي سي اللي هي بتتصل عليك عشان تاخد رايك، وبين قنوات تانية موجوده هنا في مصر، الدقيقه بجنيه ونص عشان انت تتصل عليهم، والدقيقه بجنيه ونص وما يدخلكش على طول برضه. تمام؟ يعني قناه المحور مثلا، او بلاش اذكر اسامي، كنت حاولت ان انا اتصل على برنامج صحيح بيحاسبوا على الدقيقه بثمنها مش بجنيه ونص، بس قعدت 10 دقايق علشان اخش وبرضه ما دخلتش. المهم قالوا يعني هتشارك معانا عن طريق التليفون وماشي. اثناء الحلقه اتصلوا فعلا، يعني عشان نشوف مدى مصداقيه الناس دي، اتصلوا فعلا عليا كلمتهم، وفوجئت ان هم فعلا بيتيحوا ليا فرصه ان انا اتكلم على الهوا. ملايين الناس سامعيني وبتكلم على الهوا عادي. نقيض الناس التانية خالص البي بي سي بصراحه. طبعا مش هنقعد نحلل ونقول يعني ايه اسباب كده او ايه اللي ورا كده، بس ده يوضح الفرق بيننا وبين الناس دي. يعني احنا هنا طبعا مجتمع لسه بيحاول ان احنا نبني مصر جديده وكلام من ده. هم هناك في انجلترا سبقونا بمراحل. ده مش كده وبس، يعني اللي عدى على كوبري 100 غم، الكوبري اللي فوق النيل هناك اللي كان عاملينه الانجليز للسكه الحديد، تمام؟ كان ساعتها القطارات وزنها خفيف عن كده، ومع ذلك الكوبري لا يزال صامدا ولسه شغال تمام زي ما هو. محدش يتوقع ان الكوبري ده هينهار في اي وقت مثلا، لا، وكان عاملينه الانجليز. انما احنا للاسف يعني غيرهم خالص. مفيش مشاكل عادي. ان شاء الله باذن الله القناه دي كل فيديو اسجله طبعا هو بيحمل تلقائيا على صفحتي او على القناه بتاعتي، اسف ليا قناه دلوقتي على القناه بتاعتي، وكل فيديو اسجله لازم هبعت منه نسخه للبي بي سي. تمام؟ يعني الناس ما دام هم بيقدروني بالطريقه دي، وهم يعني مش هنقول ان هم كشفوا الناس التانية كلهم صراحه على حقيقتهم، وحسسوني ان كل الناس التانية مقصرين. لا، ده البي بي سي هي وضع تاني. فطبعا ان شاء الله باذن الله الجزاء من جنس العمل. كل فيديو اسجله لازم هبعت منه نسخه للبي بي سي. كل فيديو اسجله لازم هيكون فيه هادف، ولازم هيكون فيه محتوى، يعني مش اي كلام، مش هقول اي كلام كده. طبعا كله من جهود التجديد. وبدايه الفيديوهات اللي انا هسجلها هتكون عن مشروع النهضه، مش مشروع النهضه اللي هو مثلا عمله باشمهندس خيرت الشاطر او اللي بيرفع لواءه دلوقتي الدكتور محمد مرسي. لا، انا ليا لوحدي مشروع النهضه. تمام؟ ردا، طب مش ردا، يعني هو انا عامله بنيه تقرب لله يعني، بس سمعت كتير من الناس تانيين ان بيقولوا ان مشروع النهضه عند الاخوان هو ده الفنكوش، وان الاخوان ما لهمش مشروع. بالعكس، الاخوان عندهم مشاريع. انا واحد اهو وليا مشروع لوحدي، فيه من كل بستان زهره، وبيمس قطاعات كتيره جدا من قطاعات المجتمع. مشروع قائم بذاته، هتكلم فيه من خلال الفيديوهات دي، وكل فيديو اسجله هبعت منه نسخه للبي بي سي. ودي طبعا من خلال يعني من خلال الفيديو ده بوجه تحيه كبيره جدا 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 للبي بي سي على جماهيرهم اللي ما تتعدش، واللي مش عارفين نوضحها ازاي. هم السبب في انشاء القناه دي، وهم اللي شجعوني وبعثوا فيها الامل تاني، ان انا كنت حاسس ان انا خلاص يعني محدش هيعبرني باي طريقه من الطرق الا ان البي بي سي هم اللي غيروا الفكره دي خالص. وعلشانهم، او بلاش نقول علشانهم، بتشجيعهم انا اللي انشات القناه دي. وان شاء الله القناه دي هتستمر، هتكتر فيديوهاتها، وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله وتاخد وضعها. وشكرا.